اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض غدا كده بسيط وسهل، او ينفع عشاء او اي حاجه، يعني زي ما انتي وقت ما بتتغدي يعني. النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني او الحواوشي البلدي زي ما بتقولوا. تمام كده. النهارده معانا مكوناتنا ايه؟ ناخد البوله دي كده على جنب اللي احنا هنشتغل بيها، ونقرب المكونات بتاعتنا كده. طبعا قبل اي حاجه فضلا وليس امرا تحط اللايك بتاعك واشتراكك في القناه عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله. معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، طبعا لازم يكون فيها نسبه من الدهون اهي. معايا زي 5 قرون فلفل، فلفل رومي. عايزه تنعميها زي البصله كده في الكبه مفيش مشكله. تمام. معايا هنا بصلتين كبار من بصلتين كبار، بشراهم. عايزه تفرموهم في الكبه مفيش مشكله، بس انا بشراهم. تمام. عايزه تزودي اكتر من كده، عايزه تعملي اللحمه نفس يعني مثلا اللحمه نص كيلو 500 جرام، عايزه تعملي 400 جرام من البصل مفيش مشكله. عايزه تعملي يعني 4 بصلات مفيش مشكله، 4 بصلات متوسطين زي ما انت حابه، بس عشان انا مستعجله عملت بصلتين كبار بس. تمام كده. معايا بقى البهارات بتاعتي. وانا دلوقتي ولا معايا بهارات حواوشي ولا بهارات لحمه ولا اي حاجه، بهارات عاديه خالص من اللي متوفره في كل بيت. تمام كده. معايا معلقه صغيره من معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الكمون، من فلفل اسمر، من الكزبره، يعني كل ده معلقه كبيره. تمام. نجيب الطبق بتاعنا التاني. معانا هنا معلقه كبيره من البابريكا، بصل بودر، توم بودر. تمام كده، معلقه ومعلقه. تمام كده. دلوقتي بقى هنسمي بالله كده اهو، نسمي بالله ونشتغل بقى في اللحمه بتاعتنا. هنبدا ان احنا نعجن اللحمه بتاعتنا كده. بصوا، زي ما انا قلت لكم لازم يكون فيها نسبه من الدهون. اللحمه بتاعتك بتحاولي ان هو يفرمها لك ناعم عن كده كمان، يعني كل ما تحاولي تخلي الجزار بتاعك يفرمها لك ناعم مفيش مشكله. تمام. لان اللحمه يعني ايه مش مفرومه ناعم قوي، بس مفيش مشكله شغاله معانا. نحط البصل بتاعنا، هنحط الفلفل بتاعنا. لو انت مش فاضيه انت تعملي الفلفل بتاعك في الكبه، انا بصراحه عملته على ايدي على قد ما قدرت، بس عشان مستعجله زي ما انتم عارفين، زي ما انا قايله لكم في اول الفيديو. لو مش مستعجله ولا حاجه، عندك سكينه لو يا ربي مستعجله عندك سكينه يعني عريضه ولا حاجه، تحاولي تنعميها بالسكين. تمام. معايا هنا البهارات بتاعتي، حاجه سهله وبسيطه خالص مفيش فيها اي تعب. هنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد المكونات بتاعتنا دي كده، نعجن كده ندخلها في اللحمه كده والبهارات. طبعا لو انت مش حابه الفلفل باين اعمليه في الكبه، مش هياخد منك وقت. وبرده لو بان في الاكل على فكره يعني، وكده كده طعمه بيبقى باين في الاكل وريحته، مفيش مشكله يعني اللي بيحب الفلفل. هنعجن كويس جدا. بصوا، عشان التوابل بقى والبهارات بتاعتنا، ولا هتحتاجي بقى بهار حواوشي ولا اي حاجه. انا عملت لكم قبل كده الحواوشي في العيش البلدي، اللحمه كانت نيه واستوت في العيش وكان طالع جميل، بس كنت حاطه عليه توابل حواوشي على البهار. كان جميل وكل حاجه، بس بصراحه ما عجبنيش قوي. تمام. او ما كتريش منك، يعني انا ممكن اكون حطيت معلقتين، حطي معلقه واحده. لو هتعملي كيلو لحمه حطي معلقتين. انا ممكن اكون عشان حطيت معلقتين برضو، فحسيت ان الطعم برضو يعني جامد فيها قوي، غير ما احنا اصلا بنبقى حاطين بهار تاني. فاهمين؟ بسم الله. اسفه طبعا على الرينج لايت اهو. بصوا اللحمه مسكت نفسها اهي اهو. لو انت هتعملي مقادير كيلو لحمه مفرومه هتضعفي اللي انا قلت لك عليه. تمام كده. يعني من البهارات هتحطي معلقتين مش معلقه واحده. تمام كده. انا دلوقتي خلصت اللحمه بتاعتي، هركنها بقى على جنب، اغطيها كده بحاجه واركنها على جنب، ونشوف العجينه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. كده بقى حبايبي هنعمل العجينه بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. تمام كده. دلوقتي انا معايا ايه؟
طبعا انا قلت لكم نص كيلو لحمه، طبعا نص كيلو دقيق، مش هنعمل كيلو دقيق عشان العيش اللحمه تبقى ما تبقاش قليله معانا في العيش. لو انت حابه تعملي كيلو لحمه مفرومه هتعملي قصاده كيلو دقيق. طبعا الكيلو دقيق بما يعادل 7 كوبايات دقيق بالمج العادي. تمام. نصه ايه 3 كوبايات ونص. انا بعرفكم المقادير بالظبط عشان اسفه جدا اسفه. بعرفكم المقادير بجد بالظبط عشان تبقوا تمام معايا. طبعا مش قادره امسك نفسي من الضحك. هنحط المكونات بتاعتنا. معايا ايه الاول؟ معايا معلقتين من الملح، معلقتين صغيرين زي معلقه كبيره، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معايا كوبايتين ميه دافيه، معايا لبن هحطه دلوقتي، انا بدفيه دلوقتي على النار. هجيبه دلوقتي، هحط المواد الجافه كلها على بعضها. انا مش قادره والله العظيم امسك نفسي من الضحك. بصوا، يبقى معايا معلقه ملح ومعلقه سكر وكوبايتين ميه دافيه، واحتاج كوبايتين من الحليب الدافي دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كده طبعا دول 3 كوبايات ونص دقيق، كل ما هتدخلي الدقيق اهو كل ما هيبقى مديك النتيجه احسن. بصي تقلبي كويس جدا اهو. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ نشوف الحليب بتاعنا دي فيه ولا ايه. تمام كده اهو. هنبدأ ان احنا نشوف اهو. بصوا طبعا هو اهو. ممكن كمان ما نحتاجش المية على فكرة. تمام. بصوا الحليب اللبن معايا برضو ايه، ممكن ما نحتاجش المية. لو انت هتعملي، انا جايبه ميه عشان لو انت هتعملي كيلو دقيق هتحتاجي كوبايتين حليب وكوبايتين ميه. تمام كده. يبقى انا جايبه الميه عشان لو انت هتعملي كيلو دي كوبايتين ميه دافيين مع كوبايتين لبن. انا دلوقتي عجنت باللبن بتاعي اهوت كوبايتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا ان انا الم العجينه بتاعتي، ولو احتجت بس مش هحتاج، انا مش هحتاج حسب الدقيق بتاعك. لو احتاجتي حطي بقعة ميه صغيره بقعة ميه صغيره، بس انا مش هحتاج لان الدقيق بتاعي يعني انا ايه مش اول مره استعمله. بجيبه دقيق عادي من عند من عند بتاع الدقيق يعني. بصوا هي العجينه اصلا، بصوا هتبداي هي العجينه بتلزق، هتبدا تلزق معاكي ومطاطيه كده، بس هي كده مش مطاطيه. تمام. هي كده بتقطع معاكي. هفضل اعجن في العجينه لحد ما تبقى مطاطيه معايا، يعني بتمط كل ما تشديها تمط، مش تتقطع معايا بسهوله كده. اول ما هعجنها هرجع لكم تاني. طبعا هنلم العجينه بزيت، بشويه زيت في الاخر عشان تعرفي تتملكي فيها. هلم هعجن العجينه شويه من قيمه 3 دقايق او 5 دقايق وارجع لكم تاني. كده بقى زي ما انتم شايفين عجنت اهو. بصوا العجينه بتاعتي جميله ازاي. هبدا احط نص كوبايه دقيق، نص كوبايه زيت اسفه اهو. بس كده. وهبدا ان انا الم العجينه بتاعتي. بصوا هتبقى طريه معاكي ومطاطيه بس ما بتلزقش اهو. بصوا اصلا العجينه ناعمه معايا ازاي اهو. انا بصراحه ما حبيتش ان انا اعمل الزيت الا لما اوريكم العجينه بيبقى شكلها عامل ازاي قبل ما تحط الزيت، عشان لو اول مره تخش المطبخ وبتحتاجي الطريقه خطوه خطوه. طبعا عارفه ان كل ستات بيوتوا على دماغي طبعا وشاطرين. فكده هبدا ان انا الم العجينه بتاعتي كده، والم اللي في الجناب كده، تجيبي كده وتلمي عشان تبقى المقادير بتاعتك كلها مظبوطه، وتلمي العجينه بتاعتك ونركنها مع بعض. هلمها وارجع لكم تاني. كده بقى زي ما انتم شايفين لميت العجينه بتاعتي. بصوا بقى انا عشان ايدي مبلوله، بصوا ما بتلزقش. بصوا طريه وجميله بس ما بتلزقش. طبعا هغطيها بفوطه او بصينيه او باي حاجه، بغطا اي حاجه او بفوطه او بستريتش او ورق سلوفان اي حاجه، وهسيبها لحد ما الخميره ما اسفل العجينه تتخمر معايا. وطبعا بتتضاعف حجمها ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي مع بعض. طبعا في طريقه تسويتها سهله جدا، وهنعملها في الطاسه بطريقه جديده وحلوه. لو انت عندك فرن مفيش مشكله تحطها في الفرن، بس لو انت مش عندك فرن يعني سهل جدا ان احنا نعملها في الطاسه.
تمام كده. يلا بينا هنسيب العجينه تتخمر زي ما انا قلت لكم ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى زي ما انتم شايفين طبعا العجينه خمرت معايا اهيت، فهو وكل ما هتسيبيها كل ما هتخمر اكتر اهو. بصوا تفضل الهواء اللي فيها كده. تمام، هنبدأ بقى نكور كده معانا كورة. بصوا كورة كده. وطبعا اللحمة بتاعتنا اهي هنبدأ ان احنا طبعا الرخامة بتاعتنا نضيفة، بس هنحاول ندينها شوية زيت. طبعا ادعولي بقى ان ربنا يشفيني لان انا عندي برد. بصوا انا هحط هنا بقعة صغيرة. بصوا ممكن كمان احنا نقلبها كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد حتة كده من اللحمة بكورها. بصوا كرة كده من اللحمة حسب يعني اللي عايزة تقللي مفيش مشكلة اهو. تحاولي تقفلي بقى اهو اهو، وتحاولي تفردي. طبعا احنا بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ طريقة بقى سهلة احسن ما تقعدي تعملي بقى على الرخامة وكده، احنا ممكن نعملها في الطاسة بتاعتنا على طول اهو. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ يلا بينا نشوف هنحطها في الطاسة ازاي. معانا بقى كده الطاسة بتاعتي، هولع عليها النار اهو. طبعا بالراحة الحمد لله ان ربنا سترها. نبدأ ان احنا نحط زيت نخليها كده اهو شوية كده محترمين. طبعا المعلقة وقعت مني بالصفاية بس مش مشكلة. نوزع كده الزيت اهي. تمام، وهنبدأ ناخد الرغيف بتاعنا الأول ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بصوا اهو. بصوا طبعا اتفتحت. هنحاول نجيب بقى عجين ونحطه عليه كده كده. العجينة طرية، بصوا العجينة طرية وجميلة معاكم. هتبدأوا ان انتوا تحاولوا بصوا تفردي العجينة كده وتحطيه بحيث تبقى مفيش بخار يطلع معاكي اهو. مفيش بخار يطلع معاكي، وفي نفس الوقت البخار ده ما يطلعش معاكي من الرغيف عشان هو اللي هيسوي اصلا الرغيف. تفهميني اهو. حتة برضو صغيرة كده تقومي جايه فردها كده ومشبعاها اهو. تبدأي تقفلي اهو. طبعا الايد سخنت معايا، وتبدأي ان انت تغطي عليها النار. تغطي عليها غطا لحد ما تبدأ تحمر معاكي من تحت، وتقلبيها للوش التاني. تمام كده. طبعا الزيت معانا هيسخن. مجرد ما الزيت يسخن هنبدأ ان احنا طبعا الايد سخنت معايا. بصوا هنوطي كده اهو. مجرد ما يحمر هنقلب على الوش التاني. تمام كده. كده بقى زي ما انتم شايفين، اول ما بتحسي ان الرغيف بتاعك كده بقى لونه من فوق كده زي لون مصفر كده. بصوا اهو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نقلب الرغيف بتاعنا برضو عشان ياخد وشه ويستوي اهو. وطبعا انا برضو معايا هنا رغيف تاني. طبعا انا مشغله طاستين دلوقتي
زي ما انتم شايفين اهو. مشغله برضو الطاسه التانية، حطيت برضو شويه زيت وفردت الرغيف بتاعي. طبعا لسه الزيت هيسخن تمام كده. وبرضو لما تيجي تطلعي الرغيف بتحطي رغيف تاني، طبعا الطاسه بتكون سخنه برضو عادي مفيش مشكله. بتعرفي ان انت تعملي ايه. لو عندك صينيه كبيره، طاسات من اللي هم الكبار، وحابه انت تفرديهم على بعضهم وتحطوهم مره واحده على البوتاجاز، بصوا مش قادره اقول لكم بجد الريحه. على فكره اللحمه ان شاء الله هتستوي، يعني اكيد هتستوي معاكي باذن الله. طبعا بقى هخلص بقيه الكميه اللي معايا. انا حبيت اوريهولكم وانا بقلبه كده، وبرده هوريكم وانا بطلعه، وهخلص الكميه اللي معايا وارجع لكم تاني. كده بقى حبايبي زي ما انتم شايفين الحواوشي بتاعنا البلدي او الاسكندراني. طبعا مقدمه معاه هنا طحينه. الطحينه بتعمليها ازاي؟ بعمل شويه طحينه على قد ما انت هتستخدمي، طبعا انا مش مكتره طحينه. شويه ميه دافيين، طبعا بتربي حاجه بسيطه بحاجه بسيطه، وتحطي شويه خل وشويه ملح وشويه كمون. لو في فص توم كمان مهروس مفيش مشكله، بس الملح حسب ما انت عايزاها، حادقه او عذبه. طبعا اسفه على صوت التصوير ده ابني جنبي. طبعا ده الليمون اللي انا كنت مخليه معاكم والزيتون، بصوا طبعا شكله باين يعني وبيتكلم عن نفسه. الحواوشي بقى اللي هو استاذ النهارده معانا في الوصفه بتاعتنا. طبعا انا عملت الحواوشي ده نص كيلو، عمل معايا 7 رغيف زي ما انتم شايفين. طبعا الرغيف بسم الله ما شاء الله اهو. تحاولي بقدر الامكان اللحمه ما تطلعش معاكي، العجينه حاولي تحطي عشان ما تلزق، تحطي عجينه عشان ما تلزقش معاكي تمام كده. طبعا هنشوف الحواوشي بتاعنا واللحمه بتاعتنا مستويه ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا الجمال اهو. مش عارفه باين في الكادر ولا ايه اهو. بصوا الجمال. ندوق بقى كده مع بعض. تحفه بجد والله العظيم، تحفه بجد. والفلفل الاسمر مدي كده حرقان كده حرقان كده في الاكل، مدي كده نسبه حرقان. بصوا نسبه شطه يعني. بصوا العجينه تحفه بجد تحفه، مش قادره امسك نفسي قدامه بصراحه. اتمنى ان انتوا تجربوه بالطريقه ديت، واشوفكم في فيديوهات كتير على خير. طبعا في معلومه قبل ما اقفل الفيديو عايزه اقولها لكم. طبعا لما بتيجي تحط الرغيف زي ما انا قلت لكم على نار تحت المتوسطه شويه عشان اللحمه بتاعتك تستوي، لما بتيجي تحمر معاكي من تحت وتيجي تقلبيها، بتحطي طبعا زيت في الطاسه عشان ما يتحرقش منك تمام. بتحطي زيت في الطاسه وبتحاولي تجيبي بالفرشه تدهيني كده مسحه من فوق على الوش اللي اتحمر، مسحه كده من فوق عشان يدي تلميعه للرغيف معاكي تمام كده. تاني حاجه بقى، تاني معلومه عايزه اقولها لكم. اما تيجي تفردي الرغيف في الطاسه زي ما انا قلت لك، هي اول مره خالص ممكن انت تفرديها بسهوله عشان الطاسه معاكي مش سخنه. لو الطاسه معاكي سخنه وانت ما قدرتيش تتملكي منها ولا عرفتي تفردي كويس، تحطيها على الرخامه. انا على فكره عملت كده على الرخامه ودهنت شويه زيت صغيرين، بقعه زيت، وقعدت افرد العجينه واحط اللحمه فيها وافردها تاني تمام كده. اللي زي ما انا وريتكم برضو بتفردي اللحمه ازاي، تحطها في العجينه ازاي وتكوريها وترجعي تفرديها تاني في اول الفيديو. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهارده، يا رب تستمتعوا بالفيديو ويكون خفيف على قلوبكم. اتمنى تحطي اللايك بتاعك واشتراكك في القناه عشان يوصل لك كل جديد انا بعمله. اشوفكم في فيديوهات كتير على خير، مع السلامه.